السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، صلاة تحل بها العقد وتقضى بها الحوائج. النهاردة كنت قاعدة على البحر، وكنت فتحت الكاميرا وقلت اصور معاكم. كنت بفرجكم على شكل السماء وعلى شكل البحر، كان بجد صور حتى ظلمهم جدا. فتحت الكاميرا، اتكلمت معاكم من القلب، ولكن للأسف صوت البحر كان عالي قوي، صوت الهوا كان عامل دوشة، وانا ما كانش معايا المايك، فما ظبطتش معايا ان انا انزل الفيديو زي ما هو، ولذلك رحت عامله لكم الفويس اوفر. كنت بحكي معاكم في ايه؟ كنت بقول لكم ليه انا بقالي فتره ما نزلتش فيديوهات. إيه، نفسي مره اجي كده افرحكم واقول لكم الفتره اللي فاتت حصلت فيها حاجات. كنت مشغوله في كذا وكذا، بس للاسف برضو والله حصلت عندنا كذا كذا دروب، كذا حد تعب، كذا حد عمل عمليه، فياريت دعاء من القلب كده لكل مريض، ربنا يشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى. ولكن عشان اخرج نفسي من المود اللي انا فيه قلت بقى لازم افتح الكاميرا ولازم اكلمكم. الدنيا مليانه ضغوطات جامده قوي من حوالينا، الريتم الحياه بقى سريع جدا، بقينا ماشيين عمالين مش ملاحقين من هنا ومن هنا ومن هنا. فكنت بقول لكم نصيحه من القلب، وبنصح نفسي قبلكم: اهتموا بنفسكم قوي وحبوا نفسكم علشان تقدروا تحبوا غيركم. مفيش حد ما بيحبش نفسه بيقدر يدي حب للي حواليه ورعاية وعناية باللي حواليه. هتقولولي ليه هو في حد ما بيحبش نفسه؟ لما كنت تعبانة واضغط على نفسي، ده يبقى انا ما بحبش نفسي. لما اكون بدي فوق طاقتي، انا حابة ان انا اكون حد كويس ومعطاء وحد باللي حواليا، بس بضغط على نفسي زيادة عن اللازم، فكده انا ما بحبش نفسي. ربنا هيحاسبنا على نفسنا قبل ما هيحاسبنا على الناس اللي حوالينا. في حد عزيز عليا قوي قوي، حد انا بحبه جدا، الشخصية دي بجد والله هي معطاءة لكل اللي حواليها حرفيا، حب وحنان ورعاية، بس للأسف مهملة في نفسها جدا. ويمكن هي تكون سامعاني، بالله عليكي خدي بالك من نفسك شوية. الحد دوت والله بيدعم فعلا اللي حواليه، بس بيجي عند نفسه كده وبيخليها في آخر اهتماماته. طب انتي هتحبي نفسك امتى؟ هتهتمي بيها امتى؟ هتقدري تكملي في رحلة العطاء اللي انتي مشيتيها دي امتى؟ كمان في لوم وعتاب برضو، لو انتي سمعاني، سيبي اللي قدامك يحاول ياخد خطوات ويساعد نفسه، طول ما هو حد كبير وواعي وبياخد اختيارات من غير ما يرجعلك، فسيبيه يواجه اختياراته شوية، سيبيه يعتمد على نفسه شوية أو يعتمدوا على نفسهم شوية. لما حد يجي يستنجد بيكي، جميل ان انت تنجديه وجميل ان انت تفكري معاه، تحاولي تفتحي له افاق للحلول، بس ما تحاوليش انت تحليه وتسدي مكان حد هيعتمد على كده، بعد كده هيغرق. وانتوا كمان بلاش تلعبوا ادوار مش بتاعتكم، بلاش تحطوا نفسكم دايما ان انتوا اللي بتسدوا وانتوا اللي بتلحقوا هنا وبتلحقوا هنا، علشان اللي قدامكم يعرف يعتمد على نفسه شوية، ولما يكون لوحده ما يغرقش. وتاني وتالت ورابع، يا جماعة بجد حبوا نفسكم شوية، ادوها اهتمام شوية، عيانين اكشفوا، تعبانين ريحوا. حاولوا طول الوقت تطوروا من نفسكم، تدوروا ايه اللي بيسعدكم كجزء من يومك. لازم تعملي حاجة تسعدك، ان شاء الله يا ربي هتشربي فنجان القهوة بتاعك، مج النسكافيه بتاعك، كوباية شاي كده في هدوء، تسمعي حاجة بتحبيها، تسمعي منشد، تسمعي قرآن، تشوفي ايه اللي بيبسطك واسمعيه وانت بتشربي كوباية الشاي بتاعتك، وانت بتشربي فنجان القهوة بتاعك، علشان تقدري تواصلي حبة كده ريلاكسيشن لنفسك، هتقدري بعد كده تواصلي وتدي. ربنا يمتعكم بالصحة والعافية يا رب. كان لازم اجبر نفسي ان انا اصور عشان ارجع اصور تاني. انا ماليش صحاب كتير،
فبعتبركم صحابي. لو اي حد عنده اي كومنت اي سؤال يا مرحبا. ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب وشيء وكومنت حلو زيكم كده، ودعوة من القلب بجد والله لكل مريض. انا هنا كنت بفرجكم على السما. المنظر والله العظيم كان جميل جدا. منظر البحر مع منظر السما نسيني كل المشاكل اللي عندي. انتوا كمان اخرجوا، كنتوا في القاهرة اطلعوا اقعدوا على النيل، كنتوا في اي حتة ارياف شوفوا الخضرة، شوفوا عندكم ترعة اقعدوا عليها، كنتوا في اي مدينة ساحلية اقعدوا على البحر. مش لازم نبقى اغنياء جدا عشان نبسط نفسنا، ممكن بأقل القليل نغير مودنا. مش رفاهية والله، بقدر ما هو احنا هنرجع بمود مختلف، هنقدر ندي من تاني. والسلام عليكم ورحمة الله.